اول ليله عرض والمفروض تبقى اخر ليله عرض. استاذ اشرف هتدوسنا. امبارح رحت احضر العرض الاول لمسرحيه القضيه اللي هي على مسرح نجيب الريحاني، اللي طوره الاستاذ اشرف عبد الباقي وبيعمل فيه مشاريع فنيه كتير، واللي انا حضرت فيه احلى ستاند اب كوميديز في وسط البلد. المسرحيه من بطوله نجوم الستاند اب كوميدي محمد مولى، احمد خيري، وعمرو وهبه، وممثلين شباب كتير. انا كنت متحمس للمسرحيه لان كل الايفنتات اللي حضرتها في المسرح ده كانت تحفه، والمسرح نفسه تاريخي وشكله بيديك فايب واجواء جامده جدا. بس يا ترى التجربه كانت عامله ازاي؟ مع احترامي الكامل للمجهود الكبير اللي بذله القائمين على العمل، ولكن العمل لا يرقى ان هو يتقال عليه مسرحيه. الشيء ده للاسف انا مش عارف اقول عليه ايه. مفيش ضحك خالص، مفيش افيهات، مفيش حتى هزار يخليك تبتسم. النجوم ما عملوش مشكلة او مفيش مشكلة في التمثيل، ولكن الكتابة فعلا بتاعت المسرحية وحشة جدا، وفعلا مفيش اي مواقف كوميدية او ضحك، وزعيق كتير وافتعال كتير بشكل مبالغ فيه. نتمنى ان الناس تراجع نفسها في المسرحية دي، ولو يقدروا يعدلوا في السيناريو بتاعها في العروض القادمة. ولو مهتمين بالسفر والرحلات والايفنتات اعملوا لي فولو.